طيب بنكمل مع حضراتكم، واللي شفناه ده حاليا تقرير غاية في الأهمية وأحداث وفعاليات محتاجين حضراتكم تحضروها ولو عندكم وقت، لأن هي لسه مكملة ليالي الوصال الرمضانية، واللي بتنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري والتابع لقطاع التواصل الثقافي. ده الفعاليات دي بدأت من يوم 28 فبراير ومكملة لغاية يوم 14 مارس. ليالي مختلفة نقدروا تروحوها، الدخول مجاني تماما، فعاليات مختلفة زي ما حضراتكم شفتوا كده في التقرير. طيب عندنا تفصيلة تانية مهمة جدا جدا. في ظل التطور التكنولوجي السريع اللي موجود حاليا دلوقتي اللي بنعيشه، أصبح من الضروري إن احنا ندور على طرق جديدة لجذب الأطفال إلى المعرفة. أولا جذب انتباههم، ثانيا إن احنا نديهم معرفة ولكن بلغتهم وبطريقتهم، عشان ما يبقاش في جاب أو مسافة كبيرة أو فجوة بين اللي الأطفال بيعيشوه حاليا وبين المادة المقدمة ليهم بأي شكل. طيب تقديم العلم التاريخ لازم يكون بيتقدم لهم بشكل يتناسب مع تفكيرهم ومع خيالاتهم. طبعا من هنا جت أهمية الأعمال الفنية اللي بتمزج بين التعليم والترفيه في قالب مشوق. وخلال شهر رمضان الحالي بيعرض مسلسل كرتوني اسمه نور وصندوق الأسرار، وده عمل بيجمع بين الخيال العلمي والمعرفة، وبيقدم للأطفال في رحلة مليئة بالمغامرات بنعرف منها تفاصيل كتيرة جدا جدا. خلوني نرحب بضيفتنا الأستاذة الكاتبة ومؤلفة أدب الطفل الأستاذة هجرة الصاوي، وهي أيضا مشاركة في كتابة نور وصندوق الأسرار. أستاذة هجرة أهلا بحضرتك، وصحة حضرتك طيبة وبخير. وعيدك طيب وبخير، اهلا وسهلا منورانا يا فندم. اهلا وسهلا. منين جت فكرة مسلسل نور وصندوق الأسرار؟ نور شخصية من مجلة نور الصادرة عن الرابطة العالمية لخريج الأزهر. رئيسة التحرير هي دكتورة نهى عباس. هي كانت صاحبة الفكرة ان هي تعمل مسلسلات. ده سابع مسلسل الحمد لله بالتعاون مع هيئة أكاديمية البحث العلمي والرابطة العالمية لخريج الأزهر. بتربط شخصية نور شخصية في المجلة بالمسلسل، لأن هي بتقدم للطفل شخصية حقيقية شبه الطفل المصري. وده مهم جدا ان الطفل يلاقي شخصية شبهه، مش شخصية خارقة تحسسه بالعجز، تحسسه بالانبهار، وتحسسه انه طول الوقت مبهور ونفسه يقلدها ومش عارف. ومش عارف، حاسس ان هو عنده مشكلة ان هو مش قادر يوصل للي هو شايفه ده. مش طب قادر ايه يوصل الرسالة اللي هو الأساسية شايفه. اللي عايزين توصلوها من خلال نور وصندوق الأسرار؟ مسلسل نور وصندوق الأسرار هو الرسالة الأساسية بناء الإنسان المصري عن طريق دمج التكنولوجيا والتاريخ والهوية المصرية. يعني إزاي الإنسان المصري يبقى عنده أفق واتساع في التكنولوجيا، وفي نفس الوقت عنده قيم أخلاقية ومتصل ببلده، متصل بهويته، وعارف تاريخ بلده والحضارة المصرية. هي دي البناء الإنسان المصري. المسلسل اختار ان هو يقدم للأطفال عدد من العلماء والمفكرين. ليه كانت الشخصيات دي مهمة ان احنا نقدمها للأطفال في المسلسل؟ هو المسلسل بالمختصر بتاعه يعني ان هو نور طفل بيحب الاكتشاف، بيحب المغامرة، بيسعى للتفكير العلمي مع زمايله. عن طريق المكتبة برضو بيلاقي ان في مذكرات عالم اثري بيقول ان في صندوق بيحوي برديات واسرار تاريخ الحضارة المصرية. فعلشان يوصل للصندوق ده في عصابة اسمها عصابة اللهو الخفي. احنا قصدنا ان هم دكتوره ان هو تسميها اللهو الخفي، لان احنا مش عارفين ايه هو اللي بيسيطر على العالم اللي يخلي الاطفال وفي الشرق الاوسط بالذات ملهيين وعندهم على طول شغف بالتيك توك وبالحاجات دي، بحيث ان هم ينصرفوا عن القدوه العلميه. فهم بقى اللهو الخفي دي عايزه توصل لصندوق الاسرار قبل نور واصدقائه. نور عنده عمه، عمه عبقري، هو عنده اختراع اسمه الشين ميم، شخصيات مصرية عن طريق الهولوجرام، بيستدعي شخصيات مصرية علمية وشخصيات مصرية أدبية فعلا معاه. يعني بنشتغل على التوازي، بيساعدوهم في حل اللغز. طيب ازاي قدرنا نحول المعلومات العلمية والتاريخية لشكل مبسط كرتوني الأطفال كمان يحبوه ويفهموه؟ أعتقد الموضوع كان صعب في الكتابة. هو المسلسل قائم على اسلوب التلعيب اللي هو جيميفيكيشن. التلعيب يعني اللي هو الالغاز. ازاي هو كل حلقة بيلاقي مفتاح لغز بيحاول يحل اللغز ده. احنا عاملينه على اساس ان هو الطفل يتفرج ويلعب ويفكر في نفس الوقت، ويتعرف على قيمة ويتعرف على شخصية من شخصيات بلده. يعني مثلا الشين ميم ده لما بيروحوا مثلا مكان اثري بيستدعوا مثلا دكتور سليم حسن.
لما بيروحوا مكان جغرافي بيستدعوا الدكتور جمال حمدان، لما بيروحوا مكان فيه فيزياء وفي حاجة فيزيائية بيستدعوا مثلا دكتورة عالم مشرفة. مم. فهو على حسب طبيعة اللغز بيستدعوا عالم بيساعدهم ويديهم مفاتيح هنتات كده بحيث ان هم يشغلوا مخهم ويحلوا اللغز. وبعدين في خضم برضو في سلسلة المغامرات بيلاقي برضو بيزور محافظات، بنتعرف على الشخصيات المهمة في المحافظة دي، سعد زغلول، هدى شعراوي، يعني الشخصيات الأدبية والشخصيات مصطفى حافظ إبراهيم، أحمد شوقي. فإحنا شغالين على الجهتين، بس الأساس إن إحنا بنشجع التفكير العلمي، لأن حاليا طبعا معظم أولادنا بيختاروا الأدبي حتى في الثانوية العامة مثلا، مهم. وبينتحوا شوية عن يعني بيبعدوا عن التفكير العلمي، بيبعدوا عن العلوم. فهو المسلسل ده فعلا بيشجعهم ان هم يرجعوا يفكروا تفكير علمي تاني ويشوفوا القدوة العلمية اللي عندنا في مصر. أهمية إن الطفل يشوف قدوة حقيقية بتدخل له المعلومة من خلال المسلسل دي يعني قد إيه ممكن تكون مهمة، وإزاي ممكن تكون مفيدة للطفل؟ القدوة هي المحرك الصامت للإنسان. ازاي ان هو يحط قدوة كبيرة في دماغه بحيث ان هو ممكن يوصل لها ويتخطاها كمان. لان حاليا دلوقتي الطفل بقى مشوش شوية، التيك توك واليوتيوب والحاجات دي عملت عليه شهرة كدابة، هو عايز يبقى مشهور، يبقى مشهور سواء بالسلب او بالايجاب حتى، يعني حصل عنده خلط كده. فان احنا نقدم قدوة علمية وقدوة مصرية كمان، فده بيثير الشغف للطفل. الراجل ده عمل ايه؟ يعني ايه مثلا دكتور حاتم زهران مثلا عمل ايه؟ ازاي اخترع الواي فاي؟ ده دكتور مصري. دكتور هاني عازر عمل ايه في المانيا وعشان ياخد لقب سير وياخد ويعمل كذا كذا. دكتور مجدي يعقوب عمل ايه عشان، يعني ايه دكتور القلوب، يعني ايه، ليه رجع مصر تاني، ليه رجع. فمجرد ان احنا بنقدم لهم القدوة المصرية العلمية، هم بيبقوا عايزين يوصلوا لها ويبحثوا عنها ويتخطوها كمان. برأيك قد إيه ممكن يكون، أو إيه هو الدور اللي ممكن تلعبه المسلسلات الكرتون في تنمية فضول الأطفال؟ يعني حضرتك قلتي إن هو لما بعرض له شخصية معينة عمل ليها تاريخ، هو بيكمل بعد المسلسل ويعمل بحث عنها ويعرف أكتر. قد إيه ده ممكن يكون مهم في التوقيت ده؟ ان الطفل بتقدم له حاجه لما بتحترم عقليته، هو بي بي بياخد المعلومات اللي انت بتديها لي دي وبيبحث عنها اكتر. يعني المسلسل بيقدم مثلا، بيقدم عالم الميتافيرس. يعني ايه ميتافيرس؟ عالم الهولوجرام، النانو تكنولوجي. بنقدم له حاجات واختراعات كمان وحاجات خياليه بحيث ان هي ممكن يكون تتنفذ. طب تنفذها ازاي؟ طب يعني ايه كذا؟ طب يعني ايه وبعدين انت على طول الطفل المولود دلوقتي هو اتولد ومستخدم التكنولوجيا، بيبقى عارف يعني ايه بيعرف يدخل ازاي الانترنت. حتى لما بنقفل له لعبه مثلا بيروح يخش على سايت تاني عشان يجيبها من بره، فهو متطور. فاحنا لازم برضو نقدم له الخيال العلمي ونقدم له العالم بتاعه بحيث ان احنا نقدم له الرساله بتاعتنا في نفس المحيط اللي هو بيفكر فيه. شايفة إيه اللي ممكن الطفل يخرج منه حضرتك بعد مشاهدة المسلسل ويبقى عنده معلومة الكافية عنه؟ من خلال عرض المسلسل. طبعا هو على فكرة التلفزيون المصري بيعرضه في CBC وبيعرضه على قناة تانية وقت فطار، فدي دعوة للأطفال كلها والأمهات والأبات إن هم يفتحوا، يعني ساعة الفطار يفتحوا قناة تانية هيلاقوا مسلسل شغال ويشوفوا الواقع الأطفال اللي عليه إيه، لأن هم فعلا بيصير شغفهم جامد جدا. بيشوفوا أي شخصية قيادية أو شخصية علمية بيبحثوا عنها، بيبقوا عايزين يبقوا زيها، بيسألوا يعني بيسألوا على صفحة المجلة أنا عايزة أبقى زي كذا، أنا عايزة، وبيكتبوا قصص عليها كمان وبيتفاعلوا مع الشخصية. شخصية نور شبه الأطفال وبتخليهم يعني تثير عنهم روح الاكتشاف وروح المغامرة وروح البحث العلمي. وده هي رسالة المسلسل، إن هو بيبني الطفل المصري. يعني اولا احب اشكر حضرتك مرتين، مره انك نورتينا النهارده، وثانيا على المسلسل الجميل وعلى الهدف الكبير اللي معمول وراه جهد جبار. فحقيقي شكرا لحضرتك، شكرا لكل فريق العمل على المسلسل الجميل ده. الله يخليك، ربنا يخليك. فريق شكرا العمل لك. طبعا على رأسه دكتورة نهى عباس، طبعا. وانا شاركت العمل مع استاذ عمرو الطاروطي واستاذ عبد المنعم حسين، وباقة طبعا من نجوم الغناء واستاذ مدحت صالح فهي فعلا مسلسل جميل جدا وهتستمتعوا بيه بإذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نشوف كمان